عارف ان دي فكرتك عن المطبخ الألموتال. عشان كده بتروح تدفع دم قلبك في مطبخ خشب، سواء بولي لاك، اكريليك، HBL، او حتى لو انت عارف انه كخامة ما تسواش كل اللي انت بتدفعه فيها، بس انت عاوز الشكل الجميل اللي بتشوفه على السوشيال ميديا. طيب، لو قلتلك ان الألموتال قادر يديك نفس الشكل والديكوريشن وبخامة ذات قيمة زي الألومنيوم، خامة سعرها بيغلى مع الوقت، خامة قيمتها فيها مش في مصنعيتها. يعني انك بعد 10 أو 15 سنة لما تيجي تغير وتجدد مطبخك، هتلاقي المطبخ الألمنيوم بيوفر لك حوالي 40% من قيمة مطبخك الجديد، حتى لو هيتباع خردة، لأن زي ما قلتلك معدن له سعر وليه قيمة. تعالى بقى على الجانب الآخر، انت بتدفع لحد 8000 جنيه في المتر في مطبخ خشب صناعي، عبارة عن كرتون مضغوط معالج كيميائيا كده واخد طبقة بتلمع، وكل قيمته في تصنيعه مش في ذاته كخامة. الرطوبة والمية بعد فترة بتكون على حسب استخدامك، هتلاقي الشريط بيفك والخشب بيفش، وساعتها تعرف انك رميت فلوسك على الأرض. الألمنيوم لو اتعمل من خامات محترمة ذات جودة عالية، فايبر 4 ملي، الوش ضرف كلادنج 4 ملي، الألمنيوم تقيل محمل، يبقى انت دفعت فلوسك في حاجة فعلا تستاهل، وهتشوف المطبخ هيعيش معاك قد ايه وهيديك الشكل عامل ازاي.